الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد زلنا بالزعبات تحستو حزنا إذا لنا كتاب الجنائز كمي قرنا متاتنا نحاطبهم، كمي قرنا نكفنهم، كمي قرنا وين صلاة الجنازة نسجد لهم بزعوين عن زهر بدلنا. نبتي كتابنا هنا كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حديث وطرح مستميتين 40 سلستان بتحنان يرى. اقرأ أبو عبد الرحمن. 543. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في قصة امرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صوروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد المسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاته عليهم. نعم. قال الإمام الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. إذا حديث زي بزعبة حن سبيتي المسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزريو خسترو تكان خلون يرى فأجل أخلو مويتا بليتي كيف لطو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سجيدهم حصيبهم كفينهم سجيدهم كبيرهم ما. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرأس لزنبرت المسجدهم تقساتر تلعاعل نربي له سبحانه وتعالى فحتيتم بابيك هيدا اكليق والاكليلهم فإلهم مو مويتا كبيرنا يا فإلهم عليه الصلاة والسلام نمنتاي دينا قلكموني نمنتاي دينا قلكموني أفلا آذنتموني، يعني من الإذن لماذا ما أخذتم إذني؟ فكأنهم صغروا أمرها، لأنها شكالت لزنبرت وانا المسجد تخسترس لزنبرت و بعيني إن تحتنا النقر قالوا رئيهم ما عملتهم، ولذلك أي قب أنيو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسجدوا لا وين عاس وانتم كسجدوا لا إنان سيدنا محمد قبل قاسم كنا تسأم وي قبل كنا متأمسي أي قب أني لهم أو خلوا بعلهم حتيبهم بعلهم كفينهم ما قبيرهم ما عنب لكم. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كوريهم أفلا آذنتموني نمتاي نقركم لهم كيدهم قبرا حتيتهم أبئذن لهم أب مقابر بطيحهم قبرا بطيحهم سجدهم له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إذيتي حديث أبزي يحجي نحنا انتهي نتقم
بزعبة أبتي تحسون هنا حزنيا زلنا يعني صلاة الجنائز بزعبوا إنا نزخاخر دلنا نعنا زرؤي قد يابزي قدما ينقر موت تلا مويتو تفلت لك بيتسبو وقرابتو وحواتو وزيتي دا مسلو تفلطهم ان اكل ود اكل مويتو له اقبرونا وزانا غير زي ابصراح ابعدنا تقبر وزي اخالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدق فايا بدي لهم بعد الصلاة اكل ود اكل مويتو له اقبرونا بلوها فزينا غير زي كل يكون انا بشرع بالعكس بدق فايو شرعي إذن أفلا آذنتموني قبل قالوا سيدنا محمد فيتم سمعهم تتخنوا عليه الصلاة والسلام كي نبعلم سجدوا لا نيرم فموت تدعى موتك تفلت لك زي قدامي نجار إيو ما أنتن بزح لهم تم سجدوا له خمس أنا يوم سنة تدعى 4 سب سجدهم كل متى أجر 5 لهم قال أي نتكملوا هل يجوز لنا نحن المقابر كيدنا صلاة الجنازة نسجد؟ الجواب نعم لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المقابر كيدهم نزاس بجاء سجدهم له الله أكبر إذن السخاوين تدعى صلاة الجنازة مسجد حليفك أبي تسجد المقابر كيدك تسجد يقبع كاي يفك أدكاي إذي قطعتا نعنا زرؤي قداي بزعبة ناي صلاة الجنائز كالي نقراتون كتقاملون لقئل أبزي نقرزي فضل نيدا سويت زياء إنه متى درجة حزا حمد الله عن قلبي ربي سبحانه وتعالى مسجد تتريس لازنا برات وأن السخاء كمتنا أسلامي ما نبسك كتنعاقي بالكان نالبات زي سبزيت نعوق زلها عند الله عازم خون خيل معلق ساكن دزي سيدنا محمد كيلهم كحتى لهم كله أبيو قبرا إلهم أفتما قبرا بتيحم كسجدوا لهم كله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنائز أمه أفضل الخلق أمه دعاءهم قبول معناته عبيد درجة حزال الذي أسبزيها انتهي مسقبرت يا بيت الله سيدي صريت وتازي مسجد سجدوا لله سبحانه وتعالى سلزخونه نستعد ما انتن اجرنا خطرك بلا سلز قبرت ربنا ما سبحانه وتعالى نلو اخناتو ابلو بوحد يرلو كيدو نقصك دلا صلى الله عليه وسلم اذن صاد ما انت دار اخا من دلت دربيا المسجد ويرسحات تاريخك خيدك تترخا يوسي نعقد كيس معك وي كبرت كيس معك زي نعخا اجر لك عند الله سبحانه وتعالى حنسا يعنوها زم مسجد الحرام دلو مسجد النبوي سرح دنيا كتري أمك الله خطراريو نفسك مس أمك كاه تتصري ليه نزح حديث سمعك خاصة كاب أخمزم أم استلوز أتم كاب باكستان كاب بنغلاديش كاب قل عدد متوم ممكن كتري لهم حاجة كاب أمي إن شاء الله كلها تبكي نبل تدأ نيو لما هي ترى يكون نيو مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يليو وزقاء مسجد الحرام يليو ترى أسريحه اللي إذا رجاز خلق بخير عند الله سبحانه وتعالى إذا أجلزين زارب اللوزل لنا نعم كم أون كابز حديث زنتين تقم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام سملكت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نخلهم بصوته بحاد عيني يزري أمنير صلى الله عليه وسلم نتم هفاتم ترى يكون يزري أمنيرهم وينتم نبؤز قربوا ترى يكون يزري أمنيرهم إذا كان خلوهم زحت لهم انتهي الآن نخلاتهم بسيدنا محمد آمنوا نخلاتهم يحت لهم يكان خلوهم شقرهم فتح لهم دعاء قبر لهم يوم يرم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا سبيد زي أكب عينهم مستفأت
أهي كيدا إكلي قال إكلي لهم حيتهم ولا إذن كازن تيردأك أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أبو ذر يزبتهم سخاون تبح نقول مراحل تدا أخونك ويحلف النت نيشكالون تدا رب تدا أبو ذر يزبتحك نتم عروختها وينتم دست بلهم وينتم تفوتهم ترايكم كان تقرب كلاتهم بزك عليك بحيد عنك كتب مالك وحقهم كتب مالك مالتي كابزون نتقم أن مقابر الله يجعل نحن وإياكم قبورنا نورا مليئة بالظلمة يعني مقابرنا والدسب سلمات زملاء إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله العافية والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم أو ينورها لهم بصلاة عليهم مقابر إحنا تجاربنا إلنا منهج أهل السنة والجماعة نأمن أن أب قبرنا ساعتنا أب قبري نعيم الله يجعلنا وإياكم من أهل النعيم وعذاب له أعاذنا الله وإياكم من العذاب آمين وزي حدا خفت عذاب وفتنة زرخ بلو والدسب اتي مقابرناتو تسلمات خون ولذلك لا كهرباء يلي ولا ليتشي يلي ولا فانوس يلي مملوءة على أهلها ظلمة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة. طيب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهوتهم كله فايداناتو أتم أما قابرهم تسلمات زلوهم بيبسلمات قبز بلا زلوهم دنابرو أم فترة البرزخ دولوا ينورها الله سبحانه وتعالى عليهم بصلاته. والصلاة مالتها بزربازي الصلاة اللي بالكلنا تعملتي دعاء مالتي. الصلاة في اللغة العربية أساسا دعائي. إذن بدعانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتي مقابرهم النور والدنور نور أتوه بق يبل كانت تسأل ماتي رحق. إذا حدا طعمي دعانا النبي عليه الصلاة والسلام بس بهوتهم وكله نتهم بهوتهم لله بهوتهم كله دعاء قبروا لهم إذا طعمي زي تقاموا نبلكم. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخدون يرميهم سحتي لهم لمقابر البقيع مقابر الشهداء ودعاء يقبروا لهم يرون وتموتات. نعم. اقرأ الحديث الذي بعده. نعم. طيب زي ما استاذ احمد صلنا بصلاة على النجاشي صلاة الغائب. نصلنا إن شاء الله تعالى نسأل عنه. تفضل. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يوم الذي مات فيه وخرج به إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 متفق عليه. طيب نجيب على هذا السؤال اللي سأل فيه أخونا جزاه الله خيرا بعدين ندخل فيه. يقولوا بعض الناس بعد أسبوعين متيون صلاة الجنازة مقابر كيدو سجد الله، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
أي واه بعد الصلاة بعد سنة وسنتين كمان زبلوا له مش اختلف العلماء في هذه المسألة. خلاصتها ثبت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه مقابر كيدهم سجيدهم بعد ليلة نداس بيت زيارة، ومقابر كاس سجيدهم بعد 3 معاتي، أما مقابر دما خيدهم سجيدهم بعد ورحي. ولذلك لهم علماء أقصى مدة كنستقدلوا زقبأنا بعد شهر لهم. قال يوم دما يلوم مدام إذا سبزي ميتو كله ميتو زلو أتي سجوه أي تبلعن وعطمتو قالوا أي كدن سجاد اللب لك وحده لك ساعة شدوش ورحي كأبو زيادة يبتصحني يعني تي وتسمت رأميتو كبدو نسونتو كبلاشو جمر كساع ما ترشنا شدوش تورحي يتصفف يتصري عصم تطرا يترف كاود ما كنت 3 عامات كاصنح عصمتو خاخيل الا عجب الذنب تبهال اشتي عصمي الساعه ترف الى يوم القيامه كباينا نحن اندقنا نبوقل رب سبحانه وتعالى ما يورد بقى احنا نبوقل. اذا نحن انت لا يجوز لنا خوينو نسجد يقولوا علماء كسع اتي سنته كيف لعن كل حسخه سجد بلك حسخان نحب اللي عو سنته ترى خيدو وعصمتون نحد اني فحفحلو اب حمد اتيو اي تسجدوا خابلوها. قال يوم دم ما يقولوا علماء ما دام نستخاء بهوت كان كلخاء السبز مويتو بهوت كان كلخاء بهوتك كلا خمس لسي بعد صلاة كونكا يجوز لك أخذ تسجد نخمز أم الثلاثات. في هذه الحالة خيتك أخذ تسجدلو يجوز لك يقولوا ليه يجي لهم نحن لما يلوم لأنه يجوز لنا نتم غائبين كنسجد مقابر التخون. إذن نتم كلمة 300 عامد 400 عامد 500 عامد دخلوا يجوز لنا أخذ تسجدلهم ما لا تخن بالهنا بزي عينة زي. ولذلك إذا قول نزيز عمسل قول تلديبلو علماء حديث قول سلزخونا إذن أجرز قبول خونا كأني جن نستخا بعد صلاة كونكا يعني صلاة وجبك كانت لا هنا أبزه وتكاك لها يسبز ميتو يجوز لك هيلم أبزخول زين تامت أمتنا لأنه أب كتاب الله وسنة رسوله محدد تبع الجزء يلبون. واضح يا جماعة؟ يعني كساعة كندزي معاتي خاوني خيط تقولوا زبل يلن سيدنا محمد بعد ليلة سجيدوا منا بعد 3 معاتي سجيدوا منا بعد شورحي سجيدوا منا. نعم قال ابن القيم النبي ثبت عنه أنه صلى بعد ليلة ومرة بعد 3 ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا. إذن مفتوحيو لكن انتهي لهم بعد العلماء نزانا قرجام انت الفح كيتبل بمتى أسير ما إيلهم بهو كان كلخا وبعد الصلاة كلخا انت داميتو يجوز لك خيط كاخ سجدلو. واضح؟ نعم. أمتأتنا حديث في حديث إيش؟ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. ينهى عن النعي انت ملتيو مردء مالتيو ولكن مردء كنبالكلنا أيني مردء كل زلوبزي أتي بزبن جاهلية زنبره أو ياد زلوه خير كان ماكل ترقيا تطلعك مبال نسأل الله العافية والسلامة كستو مويتو أزي كالكيلوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
نهى عن النعي ولك خلو زمردي رمزي غير كان مردي اويات عندنا زلو ابقى قال وتاتات ويكستان عندنا زقبروه بحلف خستان تقبروه اما اكل جزاء ويا اكل ترقيا افدقنا يجوزهم كوينهم ويقول لا تكون سمعكم تدخلوا لكم تدخلوا بعينكم ما انت كفلوا كلا 500 ازي اب شرعنا كل ليش كل لانه اذا خمسي غيرك تطاوع وين نسب مفلات بخمس غير كان تايرد اكا اعتراض على قضاء الله وقدره خمس اللو كأنك كانت سخاتبل نمنتاي كلسي مويتو نمنتاي ودي يموت وين منتاي ابو يموت وين منتاي كأنه في اعتراض على قضاء الله وقدره ولذلك ما يتكسب إنا لله وإنا إليه راجعون تبل اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها تبل ودحراي تنقر المسجد كوينو وي لو مكا برسائل جوال SMS وي واتساب بقوا بطحنا له كلمة هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز كل وسيلة حد شخون الجباب غير كان سبك تخيل كونكا يجوز ولكن حدا نقر حرام زمال أخون يقولون يعني تزرباسي رضا زلو بقضاء الله وقدره طعم زربا ربي دي يتصلقو ربي زفتوه يركات سبت نقر إذن أبدي تخل كيلو منازل عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن نعي الجاهلية أنت تصبو أفنتا تصبو عيني نياحة زلوه ودي خسته مويتهم زي توقاني في وين ما وهكذا مثلا عندنا نياحة خليو نايزي مرد غير كان ما هريو حتى نقرا لا كرت بلني اب حبرة سبنا سخا كردون كله دا بيتسب نقوه بعد الفجر يمطوها كواح 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 ترى خيم انستي ثلاثه انستي اربعه سبوت قلب اب اخلوتي ودي سب تايبل مردكم دون يردوا ونساتهم زيغيرهم اساسا ابوتاتنا نمنتاي خمس زيغيرهم غيرهم من تسب ايش كيسنبد من كيسنبد ويك تنقرو كل خاسي حماق يقبر كلتا ثلاثه سب تاكبهم اسغيرهم كردوا يتباهلوا حجب مكوتر مبزحو اذا نغرزي انت كوينو عاده كوينو وعاده لما نفرض كوينو نقول سبت متى كان تيجي بالسخاء اي خير ان شاء الله دحين لك تسنبد واحد 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 تبي لك نقول اعوذ بالله من الشيطان خير ان شاء الله تبي السخاء لا دحين حنت نقر لنا بس كم خمسون فسنبينا ليش اذا انت امتيو لانه تمرد بعد صلاه الفجر ترايس لزخونه وانا من تاي تحدد نسخه بشرعي محداد يلن هي تحدد اوان صبويو ترد كلها ثلاثه نسي معروقات عبيت سبقوت يعني لبامات حسكات كينا بتغزا عظم الله اجركم خبر ولدنا خمس بوخات رحمه رب ارحم ولا نسال الله والمؤمن تبن السخاء يصبر انما الصبر عند الصدمه الاولى تبلون السخاء ترى الجواب حكي بخمس غير كان مقدمه غير كشعو تنقر لو ترى ابوهات رحمه رب ارحم له نسال الله ان يجعله من اهل الجنه الكاتبين اما اذا بعد الفجر المخاتسين ليه انا حرام يبلن حرام حلال يبلن لانه علميه باللين بقى ولكن كرت بلني لكن ليس بيتسب الايه همزه قبل كله تسب يسنبد تسب يسنبد والله تفضل عرب عندنا سبح سلازو وفرو كيوفرون كله خلنا نقرم طيب قدم اقدم كابليت نقرم مستملست نقرم مستملست انت نقر كاين مان ملو ليتك بكيك حدري كحدك بكيك حدري حقا ولذلك مصنعتي يدليا انا ما اقول لا حلال ولا حرام انكرت بلنا الله المستعان
على كل حال مصلحتي يدليا لأنه حجي هو يوم الجمعة نوجه ما تسوي بشروخها يردوخها على كل حال زي جزية مفلاي كل شع بزوح نقرية وكاي ولكن انت مشروع انتايو ميتو كذا وخيت كات دردو وطبوق جزية مرأيون يعني مناسب النسب زي من البات انت لا نقرك على كل حال المؤمن صبور كون الله وموت دماني ما نمسب زقانو فيو وخموز دحين سبيا لن إذا غاب كونه إذن في أي لحظة متأكاخ الموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام وإلا موت فجأة سلزخنا إذن أتي استعداد نفسك كل وكال له ولذلك سبيتي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام درخبوا مقابر داب خيات كلا اصبري واحتسبي لما تبكيني يا إليك عني فلم تصب بمصيبتي إلى تم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رمو أكندي إنا لله وإنا إليه راجعون إلى تقبل حقهم صح كلامكم إلى تقبل انتهى إلى تم سيدنا محمد إليك عني فلم تصب بمصيبتي كما يرحق كما مصيبة أي ورد كان وورد كان تخون كمزين بل كان بلتهم النبي عليه الصلاة والسلام حنتي والوان قال فما خيرهم بدي لي الصحابة متيوم نمتى خمدي الكتفلت يدو من يجي خمس بلوخي أي فلطان زيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله عندهم وسنبيدا أبي خدا ني سيدنا محمد أي فلطكم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بلا فسيدنا محمد تعالى من اللي سمى لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى أفتى مجمر يا خبرك متكاخلو شعاع صبري شعاع صبري كلام وتكالو بهان كله تاخاتبل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تبل شعاع ذات صبري بدي يقول له أهوني ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا يدخل أجرتات يدخل درجات يبقى أنا فكرت الحديث اللي بعده والله تعالى أعلم. حديث النجاشي اقرأ حديث النجاشي حديث النجاشي ما عسكر إليه حديث حذيفة قريك حديث النجاشي قرأناه تقريك هذا ما دقم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعا متفق عليه. نعم هذان الحديثان حديث حذيفة وحديث النجاشي في النعي أمرد تمجمل يا مرد كل لا جاهلية زلوه إذا مرد إجنزي كل يكونن جاهلية زي بيقولوا خبر من قار إيو